السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حبايبي ومتابعين قناة مرحب يوسف في البيت، يا رب تكونوا بخير وأفضل صحة وأحسن حال. لو حضرتك جديدة في القناة أتمنى تشرفيني بتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة إن شاء الله معانا طريقة عمل القرص الطرية جدا، اقتصادية، بدون زيت، بدون زبدة، بدون سمنة. هقول لحضراتكم المكونات. معانا دلوقتي بيكنج باودر، لبن بودرة، زبادي، بيض، خميرة، سكر، فانيليا، شمر، زي ما حضراتكم شايفين كده. تابعوا معايا طريقة العمل علشان تعملوها مظبوط ان شاء الله. ومعايا كمان يا حبايبي دقيق منخول. نشوف طريقة العمل مع بعض. بجيب بولة نظيفة، بحط فيها كوباية من المية دافية واربع معالق من السكر الحبيبات، وبقلب جيدا علشان هننزل دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا بمعلقتين كبار من الخميرة الفورية، وبقلب جيدا برضو زي ما حضراتكم شايفين. بنزل بعد كده معايا بيضتين، بقلبهم كويس جدا. بنزل بمعلقتين كبار من الفانيليا وعلبتين زبادي، اي نوع حضرتك بتحبيه، مش لازم الزبادي اللي انا حطيته النوع ده. وبقلب كويس جدا طبعا علشان يتفاعل كل الخليط مع بعضه. بغطيها بعد كده لمدة نص ساعة. معايا كيلو من الدقيق المنخول، بحط عليه معلقتين كبار من البيكنج باودر وبقلب كويس. بحط عليه 4 معالق كبار من اللبن البودرة على الدقيق بتاعي وبخلط برضو كويس. بحط ذرة من الملح، رشة صغيرة كده. بقلب كويس جدا. بجيب الخليط بتاعي اللي سبته نص ساعة، بحط عليه معلقتين كبار من الخل. بعد كده بنزل بالدقيق المنخول بتاع الكيلو، بنزل بيه شوية شوية، ما بنزلش بيه كل مرة واحدة. وكل ما بنزل شوية بعجنه كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. خلصت الخليط بتاعي. طبعا انا مسرعة الفيديو علشان ما اطولش عليكي. متنسيش بالاشتراك واللايك والشير. بص يا حبيبة قلبي، بعجنه كويس جدا. العجن هنا مهم جدا جدا جدا، لان هو ده اللي هيبقى السبب في نجاح القرص بتاعتي. العجينه دي لازم تكون طريه. انا كنت نسيت الشمر حطيته. والعجينه بتاعتي زي ما قلنا لازم هي بتكون بتلزق، فما تقلقيش خالص. لو احتاجت دقيق معاكي شويه من الميه حطي شويه صغيرين حسب نوع الدقيق. بعد كده بعص ايدي بحبه من الزيت واغطي الوجه، وبعدين بغطي العجينه بتاعتي لحد ما تخمر. انا سبتها ساعة تخمر. شوفوا حبايبي تبارك الله، منظرها رائع جدا ما شاء الله. بجيب بقى اللوح الخشبي بتاعي، او انا عندي كاونتر ازاز او مردانة ازاز اهيت. ببدأ ان انا اكور العجينة. عملت هنا حوالي 31 قرصة، طلعوا روعة جدا جدا من الحجم الكبير. ممكن حضرتك تعملي حجم اللي حضرتك عاوزاه والعدد اللي حضرتك عاوزاه. بجيب شوية من الزيت بسيط جدا بس عشان اعوز ايدي، عشان ما تلزقش العجينة في ايدي واقدر ان انا اكورها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. بص يا حبايبي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. بص يا حبايبي، أنا بقى غطيتها كمان ترتاح لمدة برضو 10 دقايق. عملت 31 قطعة من القرص. حطيت كيس الأول علشان الزيت اللي على الوش ما يعصي الفوطة بتاعتي. ببدأ بعد كده زي ما حضراتكم شايفين بقى أكور الشكل اللي أنا عايزاه. جبت صاج أو صينية دهنتها بقليل من الزيت، وبدأت ان انا احط العجينة بتاعتي وسبتها ترتاح حوالي 5 دقايق بس. وبعد كده ان شاء الله هنحط الصاج، هنولع بقى الفرن بتاعنا على مسبقا قبلها بحوالي تلت ساعة او 10 دقايق. وبعدين بدخل القرص بتاعتي، بتقعد معايا حوالي تلت ساعة. ابص عليها على طول عشان ما تحرقش. ممكن احط على الوش بعد كده شوية من اللبن بالمية، درجة حرارة 180 رف أوسط. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين هشة جدا. وشكرا جزيلا لحضراتكم.